حجم صفقة مثلا زي فونا، نشوف صفقات نارية من للنادي الأهلي؟ بنتمنى ذلك طبعا، وبنتمنى ايراداتنا تزيد، وبنتمنى حاجات كتير قوي. انما احنا بنشتغل برضو بسياسة مالية واستراتيجية واضحة وصريحة، وبنشتغل على قد فلوسنا، وبنشتغل على قد الفلوس اللي جايه لنا. وعندنا الإدارة المالية وأمين الصندوق متولين هذا الموضوع. انا مش خبير مالي وما بفهمش في الميزانيات، انما اللي بيدير السياسة المالية هو المدير الأمين الصندوق والإدارة المالية، ومعاهم المراجع القانوني. الناس دي بتدير وبتقول لنا انا لما يبقى في لعيب عندي عايزين نجيبه ثمنه 5 مليون دولار ان شاء الله، هو هيقول لي انا اقدر اجيبه ولا ما اقدرش اجيبه، وبناء عليه يعني احنا بنحط خطه وبنمشي على اساسها، ما بنمشيش واحده بواحده يعني. باشمهندس، اعلنت عن تطوير ملعب تتش، لكن بعض جمعيه العمال النهارده سالوني انا، وكنا احنا بنسجل معاهم بره، وجمهور النادي الاهلي برضه بيسال استاد 6 اكتوبر والشيخ زايد وصلت فين فيه؟ استاد 6 اكتوبر والشيخ زايد، او استاد الشيخ زايد في 6 اكتوبر، احنا عمرو، قطعنا فيه اشواط ملف كتيرة، عودة الجماهير عملنا فيه دراسات هل هو على كتيرة، مكتب المهندس محمود طاهر؟ تقدمنا بيها في المؤتمر الاقتصادي في مارس اللي فات في شرم الشيخ. شركة ألماني من أكبر الشركات الألمانية في تصميم الاستادات، اللي عملت استاد اليانز أرينا بتاع بايرن ميونخ، هي اللي عاملة الدراسة المبدئية لتصميم الاستاد. الدراسة ودراسة الجدوى عاملة مؤسسة مالية هنا في مصر، سي اي كابيتال، وعندنا الدراسات كلها. المشكلة والعائق الوحيد أمامنا الآن هو قانون الرياضة الجديد، لأنه احنا ما نقدرش نبتدي نتصرف ونجيب ممولين لهذا الاستاد ونعمل طرح اسهم مثلا دون الرجوع لقانون الرياضه، والا يبقى عندنا مشاكل كتير. فاحنا لازم نستنى قانون الرياضه يطلع يقول لنا ما هي حقوقنا وما هي واجباتنا، نقدر نبتدي نشتغل على طول. انما كل الامور في هذه اللحظه لما يطلع قانون الرياضه هتبقى جاهزه للشروع في انشاء الاستاد ان شاء الله. احنا يا باشمهندس الكابتن سيف اسئلته كتير زي ما حضرتك قلت، وبيسالك برضه بيقول لك هل ملف عوده الجمهور على يعني الترابيزه بتاع الباشمهندس محمود طاهر؟ ملف عوده الجمهور على راس اولويات النادي الاهلي، والاتصالات لا تنقطع بجميع مؤسسات الدوله، وبكررها الاتصالات لا تنقطع بجميع مؤسسات الدوله من اجل عوده الجمهور. عوده الجمهور فيها طرفين رئيسيين، المؤسسه الامنيه والجماهير. لابد ان نصل لتفاهم وتواصل بين الطرفين دول. واحنا طبعا احنا لما بقول الجماهير بتكلم بيبقى النادي الاهلي بيمثل جماهيره. لابد ان نصل الى اتفاق يريح جميع الاطراف. لابد ان نعمل على بناء ثقه بين المؤسسه الامنيه والجماهير. احنا كلنا شايفين الحاله الامنيه للبلد، وكلنا لا نريد تحميل المؤسسه الامنيه اكتر من طاقتها، وفي نفس الوقت نقدر جدا مشاعر جماهيرنا وتشوقها للعوده للجماهير. وارجو الناس تقدر انه احنا كنادي وكمجلس اداره وكفريق كره، وجود الجماهير عنصر حاسم في فوزنا بالبطولات، وانا بكررها، وعنصر حاسم في فوز مصر طيب، هنحاول نرجع تاني برضو الزميل عمرو مختار ومهندس محمود طاهر. الحقيقه اجابات مهمه جدا. واضح النهارده ان حاله ارتياح كبيره يعني